نيجي عند اللغم الأكبر والأعظم، معركة نهر الدم. معركة نهر الدم دي اللي استغلها الداعشيين وارتكبوا أبشع جرائمهم في البلاد اللي دخلوها، زي ما عملوا مع المصريين في ليبيا وذبحوهم وجروا البحر بدمائهم، وزي ما حرقوا الطيار الأردني وهو حي. فإيه قصة معركة نهر الدم؟ وقبل ما أقولك إيه قصة معركة نهر الدم، خليني أحكي لك ملابسات المعركة دي عشان أنت بنفسك تحكم. بعتوا خالد بن الوليد يحارب الفرس في العراق اللي كانت عاصمة دولة فارس في الوقت ده، كانت فارس حاطة ايديها على العراق. بعتوا خالد بن الوليد عشان يحرر العراق من حكم الفرس. معاه 20,000 مقاتل يحارب جيش الفرس في العراق. جيش المعادي فيه كام؟ في ضعف عددك؟ لا والله. ضعفين؟ لا أبدا. 3 7 أضعاف جيش المسلمين. خالد بن الوليد رايح يحارب ب20,000 مقاتل مسلم في مقابل 7 أضعافه بقيادة ملك الملوك، أقوى الدول وقتها دولة فارس. فتخيل المعركة شكلها عامل ازاي. أكيد هتبقى معركة ضروس عنيفة جدا. لو مش بس كده، مش 7 أضعافه بس، ده كمان هناك في العراق العرب المعاديين للمسلمين اتحدوا مع جيش الفرس وقالوا لهم هنحارب معاكم خالد بن الوليد. فهتعمل ايه يا خالد في معركة ضروس زي دي؟ انا بقول لك الظروف عشان قبل ما تحكم ان خالد بن الوليد دموي او ارهابي تبقى عارف الظروف اللي كان خالد بن الوليد فيها في الوقت ده. فهناك دخل خالد بن الوليد 3 معارك قبل ما يدخل معركة أولس اللي اتعرفت بنهر الدم مع العرب المعاديين للمسلمين، لأن القصة أصلا قصة العرب المعاديين دول اللي بيحاربوا على القضية بتاعتهم. هم مش عايزين الإسلام يدخل العراق، لكن الفرس كده كده دي ولاية من ولاياتهم. الخطورة ما جاتش ناحية دولتهم الأساسية، فدولة فارس دخلها حرب ثانوية، لكن العرب المعاديين دخلها حرب أساسية. فلما دار ال3 معارك اللي انتصر فيهم قبل أولس، كان اللي بيهرب منهم من الجيش المعاد بيسيبوا يهرب، واللي بيأسروا حتى منهم برضو بيسيبوا، عشان خاطر هو معاه عدد من جيش المسلمين محدود، هيحمي بقى أسرى ولا يحارب؟ فكان برضو بيسيب. فيتفاجئ ان في كل مرة يسيب هارب او يسيب اسير يروح ينضم للجيش اللي بعده، فيقابل الجيش اللي بعده بقوة اكبر من القوة بتاعة الجيش اللي قبله. وفضل كده على 3 معارك لغاية ما وصل في المعركة الرابعة معركة أولس، قال بس أنا مش هعتق حد منهم المرة دي، لا هسيب أسير ولا هسيب هارب. في نفس الوقت كان جيش الفرس عايز يوصل قبل جيش خالد بن الوليد بقيادة جبان، ووصل فعلا قبل جيش خالد بن الوليد قبليه بساعتين. فقال لك بس احنا كده هننظم الصفوف بتاعتنا وهنلحق. وكمان اجتمع مع الجيش العربي المعادي للمسلمين عشان يوحدوا الخطة. بس الجيش الفرس مترف حبتين، مش معقول هنروح نحارب واحنا على لحم بطننا. فكان معاهم الطباخين اللي عملوا لهم وجبة الغداء. قال لك نتغدى بقى وبعد كده ننظم الجيش. في الوقت ده كان خالد بن الوليد اتحرك ووصل أولس، بس قال لرجالته ايه، احنا مش هنرتاح، احنا عندنا عامل السرعة والمباغتة هي اللي هتنفعنا. الفرس لسه واصلين ومش جاي في بالهم ان احنا هنحارب واحنا واصلين بعدهم، فاحنا نبغتهم ونكسب وقت. وجيش المسلمين اللي جاي منهك من 3 معارك، ولا اكل ولا شرب، جهز نفسه. مين اللي فاهم الليله؟ العرب المعاديين قالوا لهم تحركات خالد بن الوليد دي مش مريحه، خلي بالك يا جبان. فجبان قال للمعاونين بتوعه قولوا للجنود مش مهم ناكل دلوقتي، جهزوا الصفوف عشان احنا في اي وقت ممكن خالد بن الوليد يهجم علينا. فالمعاونين راحوا قالوا للجنود بدل ما تجهزوا الصفوف قالوا لهم كلوا بسرعه وبعد كده هنجهز الصفوف. فهم بياكلوا والاكل محطوط حسوا بتحركات خالد بن الوليد وان هو هيهجم عليهم خلاص، ان هم هيبقوا وليمه الغداء، ان رقابيهم هي اللي هتبقى على الاطباق مش وجبه الغداء. فحصلت هرجله في جيش الفرس عشان يلم نفسه. في الوقت ده خالد بن الوليد كان منظم صفوف. وهنا أدرك الطرفين إن المعركة دي مفيش منها استسلام، وإن لازم عشان تفوز فيها تخلص على الطرف التاني عن بكرة أبيه، ما تسيبش منه حد. المسلمين لو سابوا حد بيروح ينضم الجيش اللي بعده، الجيش الخامس، وساعتها المسلمين عمالة تقل قوتهم وعددهم. وهكذا الفرس وقالوا بقى نخلص هنا. أصل المناورة اللي حصلت من خالد بن الوليد في المعركة اللي قبل أولس خلت الفرس يقولوا إن السبيل الوحيد إن احنا نفوز على خالد إن تحصل مواجهة في مكان ما يبقاش مفتوح من جهات مختلفة عشان خالد بن الوليد ما ينورناش زي المعركة اللي فاتت. لكن المرة دي النهر ورانا وراهم،
فاحنا كده وش الوش، يا نموتهم يا يموتون. وتخيل كده ميدان المعركة شكله عامل ازاي. قلب المعركة جيش الفرس في مقابل جيش المسلمين، وميمنة وميسرة جيش الفرس هم جيش العرب المعادين للمسلمين، واللي برضه في المقابل ليهم جيش المسلمين. وورا جيش الفرس نهر الفرات وهو بيصب مع نهر صغير تاني، وهكذا جيش المسلمين نهر الفرات، فبقى خلفهم أنهار وهم قصاد بعض. بدأت المعركة بالمبارزات الفردية لما تقدم واحد من قيادات جناحي جيش الفرس، عبد الأسود اللي هو أحد قادة العرب المعاديين، وطلب المبارزة، فخرج له خالد بن الوليد بنفسه وبارزه لغاية ما قتل. وفضل واحد ورا التاني طالب بمبارزة لغاية ما خالد بن الوليد حس ان جيشه هيقع واحد ورا التاني من قبل الحرب اصلا. التانيين معهم عدد في الليمون، يخسر واحد ولا اتنين، لكن احنا قصاد كل واحد من دول 7 من الناحية التانية ولا 10 كمان. فقال لك ما بدهاش، امر بالهجوم. وكانت معركة حسب ما قال المؤرخين قامت ساعتين من اعنف الساعات اللي مرت على جيش المسلمين كله. وبالرغم من كده خالد بن الوليد ما شافش اي تأثر في جيش العدو، ما فيش اي اثار انه ضعف ولا هيستسلم ولا اي حاجة. هنا خالد بن الوليد رفع ايده للسماء وتضرع لربنا وطلب النصر من الله، ودعا دعاء وقال: اللهم ان لك علي ندر عليا، يعني إن منحتنا أكتافهم، يعني لو سلمتنا رقبيهم، ألا أستبقي منهم أحد. أي حد هيقع تحت ايدي منهم مش هخليه على وش الارض حتى يجري نهرهم بدمائه. وخرج بعد الدعاء والابتهال ده على ساحة المعركة مناورات يمين وشمال وبعنف وبقوة، وبذل كل فنون الحرب والقتال واستخدم كل خططه العسكرية، فاشتد القتال وبدأوا في الانسحاب والهروب. خالد بن الوليد قال: لا، أنا هسيبكم تعملوا معايا زي اللي قبليكم، لا. طلب من الخيالة ملاحقة كل هارب منهم، ما تسيبوليش حد، اي حد يهرب هاتوه. وسادت الهرجله في جيش الفرس، وقع منهم اللي وقع واتقتل منهم اللي اتقتل، واللي هرب منهم يا اما غرق في نهر يا اما اتقبض عليهم من خيالة خالد بن الوليد. وعلى ده الحال نيجي عدد قليل جدا هو اللي قدر يهرب منهم جبان. وهنا خالد بن الوليد نادى وسط جيشه وقال: الاسر اجروا وراهم، يعني اللي يستسلم هاتوه، خليه يسيب سلاحه يحط سلاحه ويجيبوه، اللي يحارب حاربوه لغايه ما تخلصوا عليه. فاثروا منهم عدد كبير جدا، عدد يمكن اكتر من جيش المسلمين. فكان الحل ايه؟ ان خالد بن الوليد يسيبهم فيروحوا ينضموا للجيش الخامس ويخلصوا على خالد بن الوليد هو وجيش المسلمين اللي كان انهاك غير طبيعي، ولا كان يقتلهم ويخلص عليهم. ودي مش من عادات المسلمين في الاسر، بس الحقيقه دول مش اسرى مدنيين، دول اسرى مقاتلين محاربين، لو سبتهم هيلتفوا من وراك ويطعنوك في ظهرك. وخالد بن الوليد ما عندوش عدد من المسلمين عشان حتى يمسك الاسرى دي ويتمكن منهم. امر جنوده ان هم يحضروهم عند النهر، وهناك امر بذبحهم. تخيل معايا كده حاجه في غزه واللي بيحصل في غزه في اخواتنا هناك من الوان الاباد بشعه اللي بتحصل من الكيان الصهيوني على اخواتنا في فلسطين في غزه. لو شاء السميع العلي القدير انه يقلب الايه ويقلب هزيمه غزه لنصر، ويقع رجاله الكيان تحت ايد الغزاويه، هل الغزاويه او اهل فلسطين هيتعاملوا مع اللي كانوا بيحاربوهم بالضراوه دي وبالاباده دي لما يأسروهم؟ هيعاملوهم على انهم اسرى، ولا لازم يتخلصوا منهم عشان ما يعملوش فيهم زي ما عملوا من الوان اباده وقتل بدون رحمه؟ زي ما بقول لك، الاسرى اللي وقعوا في ايد خالد ما كانوش مدنيين ولا كانوا مسلمين ولا كانوا غزة، دول كانوا مقاتلين ابطال كمان. فعشان كده خالد امر بجمعهم عند النهر وامر رجالته بتاعهم، وبما ان عددهم اضعاف عدد المسلمين فقعدوا يدبحوا فيهم يوم وليله، وقال لهم جروا للنهر بدمهم. بس طبعا النهر ده كان جاف، فالقعقاع قال له: انت لو قتلت اهل الارض كلهم النهر ده مش هيجري بدم، انت لازم تفتح مجال لميه عشان يجري النهر بدمه. وهنا امر الرجاله بعمل قناه من نهر الفرات تصب في النهر الجاف ده، ومن بعدها سال دم جيش الفرس واختلط بماء النهر واتسمت معركة نهر الدم. والحقيقة ان خالد بن الوليد ممكن يكون عمل كده مش بس عشان إيفاء بالنذر اللي نذره والوعد اللي وعده لربنا انه لو سلموا ليهم ونصروا عليهم
مش هيبقى منهم أحد، لكن كمان عشان كان عايز يحدث أثر نفسي، معركة نفسية في جيش الفرس والروم، عشان يحسبوا ألف حساب لما يحاربوا جيش المسلمين. واللي يثبت لك إنها كانت معركة ضروس، وإن ما كانتش بسهولة هينتصر فيها المسلمين، وإن خالد فعلا حقق انتصار وبطولة عظيمة، هو إن أبو بكر لما وصل له خبر إن جيش المسلمين انتصر قال له: عجزت النساء عن أن تلد رجل مثلك يا خالد.